مع وجود الأسلحة النووية وحاملات الطائرات وآلاف الطائرات المقاتلة والدبابات وملايين من الجنود، فإن أقوى جيوش العالم تحصل على انتباه الجميع. ولكن ماذا عن أصغر وأضعف جيوش في العالم؟ فهذه البلاد بها أصغر الجيوش وأضعفها على الإطلاق. بنما، بلدة أمريكا الوسطى هذه تعرف بقناتها البحرية، والتي تسمح للسفن بالعبور بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من ذلك هي تمتلك جيش من أصغر جيوش العالم ب12 ألف جندي فقط. فقوات بنما صغيرة جدا وتضعف أكثر عندما تعرف أن هؤلاء 12 ألف جندي فقط، وليسوا مجندين دائمين أو حتى جنود احتياط. فقوات هذه الدولة تكون شبه عسكرية، والتي هي خليط بين قوات الشرطة وقوات الحدود وغفر السواحل. جزيرة مورشيوس تقع في المحيط الهندي، وتبعد حوالي 2000 كيلومترا عن القارة الإفريقية، وتعداد سكانها حوالي 1.25 مليون مواطنا فقط. فليست بالمفاجأة عندما تعرف أن هذه البلدة لديها واحدة من أصغر الجيوش في العالم، فبدون وجود أي تهديد قريب منها وعدم وجود أي طموح لتمديد حدودها، فهذه البلدة لا تحتوي على جيشا عاديا، فهي تعتمد على 2500 من القوات شبه العسكرية كوسيلة دفاع وحفظا للأمان. جامبيا، نراهن أن معظم الناس لا يعرف موقع هذه البلدة الإفريقية الصغيرة، فيمكن إيجاد جامبيا في الساحل الغربي لإفريقيا، محاطة جغرافيا بالسنغال. وفي شروط القوات العسكرية تحتوي جامبيا على جيش وقوات جوية وقوات بحرية، وعلى الرغم من ذلك فإن جيشها صغيرا جدا، مع بضعة سيارات مدرعة وبعض المراكب وطائرة قتال واحدة. فهذه الدولة تحتوي على قوات بعدد 1100 جندي مع 400 من قوات الشرطة. أنتيجا وباربيدا، مع شهرتها بأنها منطقة سياحية، ربما لا تعتقد أن الجزيرة الكاريبية هذه يكون لديها قوات عسكرية كبيرة، وسيكون اعتقادك صحيحا. ومع ذلك إذا أردت أن تبدل ثوب السباحة خاصتك بالبدلة العسكرية وأن تحاول أن تغزو أنتيجا وباربيدا، فيجب أن تستعد لمواجهة قواتها العسكرية. والمعروفون باسم القوات الملكية فلديها حوالي 245 شخص، ومنهم 170 شخصا فقط في الخدمة، ومهمتهم الأساسية هي الحفاظ على السلام الداخلي والمساعدة أيضا في مراقبة الحدود ضد تهريب المخدرات. باربيدوز، عندما تفكر في هذه الجزيرة الكاريبية ما يخطر ببالك هو شواطئها الجميلة ومنتجعاتها الرائعة، وليس بالضرورة قوات عسكرية، فبمساحتها الصغيرة وعدد سكانها القليل لا تستطيع باربيدوز أن تدعم جيشا قويا حتى إذا أرادت ذلك، ولكنها محمية بواسطة قوة دفاعية مكونة من 1000 جندي مقسمة بين المنتظمين والاحتياط. فهؤلاء الجنود والبحارة مسؤولين عن الحفاظ على الأمان وعمل دوريات حول الساحل لمنع أي نشاطات غير قانونية مثل التهريب. موناكو، موناكو هي بلدة صغيرة تقع في الريفيرا الفرنسية في ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومعروفة بالملكية وبالفنادق الرائعة وبسباق السيارات السنوية. وموناكو هي واحدة من هذه الأماكن التي لا تخطر ببالك عندما تتحدث عن قوات الجيوش، فإن جيشها صغيرا جدا ويحتوي على 255 شخصا فقط، بالإضافة إلى قوات الحدود وغفر السواحل، وهذه القوات مسؤولة عن البحث والإنقاذ بالإضافة إلى واجبات الشرطة في البلاد. فانواتو، في جنوب المحيط الهادئ بمسافة 1500 كيلومترا بعيدا عن استراليا تقع جزيرة فانواتو، وهي تتكون من العديد من الجزر الصغيرة، وتعداد سكانها يبلغ 250 ألف نسمة، وهي مشهورة بوجهتها السياحية لهؤلاء الذين يبحثون عن الطقس الموضعي وعن رياضة الغطس. فاليوم الحكومة لا ترى أي فائدة لقوات الجيش المفرطة، وتعتمد على بضع مئات من القوات شبه العسكرية وقوات الشرطة الخاصة، فهذه القوة الصغيرة مسؤولة عن حفظ الأمان على الجزيرة والمساعدة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. تونجا، إن قوات جزيرة المحيط الهادئ هذه ربما تكون صغيرة، ولكن قواتها فعالة أيضا خارج حدودها. وماذا نعني بذلك؟ فهي تقع في جنوب المحيط الهادئ، وقوات الجيش خاصتها تتألف من حوالي 500 رجل فقط، وهم مقسمين بين فروع كثيرة، ومنها البحرية مع بضعة قوارب قليلة، والجوية مع طائرة واحدة، بالإضافة إلى المسؤوليات المحلية المتوقعة. قامت تونجا بإرسال قوات للخدمة في العراق، وأيضا قامت بإرسال نصف قواتها إلى أفغانستان
في عام 2011. أيسلندا. عندما تفكر في حلف الناتو ربما لا تفكر أن أحد أعضائه لديه واحدة من أضعف الجيوش في العالم، ولكن ماذا عن عدم وجود جيش من الأساس؟ نعم، هذا صحيح، فأيسلندا هي عضو في حلف الناتو ولكن ليس لديها جيشا حقيقيا لتشارك به في الحلف، فليس هناك أي جنود فعالة أو احتياطية، ولكن حوالي 100 شخص فقط لحراسة الساحل ولعمل دوريات على الشواطئ. وفي الحقيقة على مدار السنة الماضية تمت مشاركة قوات أيسلندا مع دول حلف الناتو الأخرى وبتناوب القوات والمعدات لبعض الأوقات. أندورا. هذه الدولة الصغيرة يمكن إيجادها في أوروبا بين أسبانيا وفرنسا، بأقل من 500 كيلومترا مربعا في المساحة، وتعداد سكانها حوالي 100 ألف، فربما تتوقع أن هذه الدولة الصغيرة لديها جيشا صغيرا جدا. حسنا، إنها ليست لها أي قوات يمكن أن تدعوها بالجيش، وليس حتى قوات شبه عسكرية مثل بعض الدول الأخرى. بالتأكيد هناك جنود، ولكنهم لغرض العرض فقط، والشؤون الداخلية للدولة يتم تطبيقها بواسطة قوات الشرطة. حسنا يا رفاق، اجمعوا أصدقائكم، فقد حان الوقت لتغزو بعض الدول الصغيرة. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.